بعد المشكلة اللي حصلت ما بين النجم رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والكاتب الكبير تامر حسين بخصوص أغنية شكرا إحدى أغاني ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير يا أنا يا لأ، والجدل اللي حصل حول الأغنية إنها كانت لرامي ولكن عزيز إداها لعمرو. شكرا كده للي سابنا واللي استتقل عتابنا، ما يجيش ويدق بابنا، عايزين نفرح شوية. وتامر حسين وضح بعدها إن الأغنية ما كانتش رامي من الأساس وإنه رفضها لما اتعرضت عليه وما كانش متحمس ليها، ولكن بعد ما الأغنية نجحت وكسرت الدنيا مع عمرو دياب رامي طلع عمل الحوار ده من زعله على الأغنية إنها كانت تحت إيده ورفضها. وتامر حسين وضح الكلام ده لما ظهر في لقائه الأخير مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، وقال إنه رامي ما وصلش لمرحلة النضج الفني، ووضح أسباب الخلاف بالتفصيل. وكمان وجه رسالة شكر للنجم تامر حسني بعد ما تعاون معاه في 4 أغاني في ألبومه الأخير خليك فولاذي، فرد عليه تامر حسني عبر الستوري الخاصة بيهم وقال: الاغاني اللي انا اشتغلت فيها السنه دي مع تامر حسني وبتشرف بالشغل مع تامر من الناس المحترمه جدا وفنان بيتعب على شغله. عملت له اول كلام مع الملحن تامر علي وعلي فتح الله. الشاعر الكبير الخلوق تامر حسين: أنا اللي بشكرك على فنك وذوقك وأخلاقك، وربنا دايما يجمعنا على خير ونجاح يا رب. وطبعا أستاذ فولاذي باشا عزيز الشافعي الملحن المتميز والشاعر المتميز: حقيقي أنت فنان شامل من الدرجة الأولى، ربنا يوفقنا دايما مع بعض يا رجالة.